السلام عليكم حبايب قلبي، وحشتوني قوي قوي. يلا قبل ما نبدأ الحلقة الرابعة من رواية دموع السيف، يلا نقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. يلا بينا نبدأ. دموع لمت نفسها بوجع، وجسمها كله تعبها، وقلبها تعبها، وعقلها كمان، ودموعها نزلت بزيادة، وصوت بكاها بقى عالي، وشهقاتها أعلى، وكانت مش قادرة تاخد نفسها من القهر. هتروح لمين؟ لأبوها اللي ما سألش فيها من ساعة ما اتجوزت، ولا مرات أبوها علشان تعذبها؟ هترمي نفسها في حضن مين؟ جوزها اللي اتغير عليها، ولا أمه اللي راحت خدتها من بيت أهلها علشان تكون خدامة ليها؟ غمضت عيونها بقهر ودخلت في دوامة النوم، وكأنها بتهرب من الواقع المر. وفي فيلا الألفي سيف صحي وسند على ظهر السرير بزهق، وولع سيجارة ومش قادر يهدى قلبه على موت صاحبه، وفضل يدخن بسرحان. ما خبطت ودخلت عليه. اخيرا صحيت، كان بقالك سنه ما نمتش ولا ايه؟ وبعدين ايه السجاير دي على الريق يا سيف؟ كده غلط على صحتك. سيف شد اللحاف على صدره وطفى السيجاره ومسح وشه بخنقه. انا ماليش نفسي اعيش اصلا تاني يا ماما. مها بحزن: اقصى عليك يا سيف، انا عارفه ان يوسف كان غالي عندك، بس يعني انت ليه غيره في الحياه؟ ولا انا واخوك ما نستاهلش انك تعيش علشان خاطرنا؟ سيف بقهر: حقك عليا يا امي، الموقف صعب عليا اني اتحمله، اعذريني. مها بهدوء: ربنا يصبرك يا حبيبي ويخليك ليا ويبعد عنك الشر. يلا قوم بقى علشان تاكل، بقالك يومين نايم من غير اكل. حاضر يا امي. طب يلا قوم، مالك متبت في السرير واللحاف كده ليه؟ سيف ابتسم بسخرية: والله انا كنت نايم بفوطة وحاليا مش عارف هي فين اصلا، فاتفضلي حضرتك وانا 5 وجاي وراكي. مها ضحكت وضربته على دماغه: لو قعدت 50 سنة في فرنسا هتفضل برضو سيف ابني قليل الادب. سيف ضحك لا، وفخورة قوي وهي بتقولها: وبعدين قلة ادب ايه بس يا مها؟ تبنا وندمنا على ما فعلناه، ده كان طيش مراهقة. مها بأمل: طيب زمان وطوبت، ودلوقتي ناوي على ايه؟ سيف كتم ضحكته: مش هتجوز برضو، ريحي نفسك، انا كده ملك زماني. ما فضلت تضرب فيه: طب يلا قوم قوم قوم، سدت نفسي يا باير. سيف ضحك برجولة: باير؟ فينك يا يوسف؟ كنت رديت عليها انت، كان زمانه قايل والله يا خالتي مها ابنك حتى بنات فرنسا بيترموا عليه، ما خلاش ابيض ولا اسود، سيلفر بقى. ربنا يرحمك يا صاحبي والله. قال الأخيرة بعد ما ابتسامته اختفت لما افتكر كلام صاحبه وطريقته وأسلوب كلامه. ما طبطبت على كتفه: يا رب يا حبيبي يرحمه ويرحمنا جميعا. وانت بقى يلا قوم يا دنجوان، يلا مستنيينك تحت. ما نزلت وسيف وقف يفرد عضلات جسمه ويطقطق ظهره من النومة الطويلة، ودخل وقف قدام الحوض وبص لنفسه في المراية، والهالات السوداء اللي تحت عينيه، ودقنه الكثيفة، وشعره المنكوش، ودموعه نزلت بقهر ووجع. بحاول والله يا صاحبي، بحاول صدقني، بس مش قادر، حاسس اني هتجنن يا يوسف. منظرك وانت بتفارق الروح موت روحي يا يوسف. وانهار في عياط جامد، وشهقاته كانت بتجرح قلبه. وبعد شوية حاول يهدى ووقف، خد شاور وغسل شعره وجسمه بتعب، وطلع لبس طقم اسود زي طعم حياته من بعد يوسف، ولبس نضارة علشان يداري عينيه اللي باين عليها البكا والألم واضح فيها. نزل لقى مها مجهزة السفرة وكلهم في انتظاره. فارس جري عليه حضنه، سيف طبطب على كتفه بهدوء: فارس بحب: حمد لله على السلامة يا برو، كل ده نوم؟ سيف بملامح وش بهتة: معلش يا حبيبي كنت مرهق شوية. فارس بهزار: حتى وانت لسه صاحي يا اسطى بتلمع، ما تيجي تخرج معايا؟ وغمز له: هنلم موزز ايه بالعبيط؟ سيف ضحك: موزز ايه ياض؟ ده انت بشعرك ده عيل كيوت. لا ده شعري ده اكتر حاجه بتعجبهم فيا. سيف ضربه على قفاه وضحكوا مع بعض، وراح بيه عند السفره وقعد جنبه. سالم بهدوء: عامل ايه يا سيف دلوقتي؟ سيف بهدوء: بخير الحمد لله. مها قامت توزع الاكل قدامهم وهي بتنكش في سيف، بس كان بياكل بسرحان ومش معاهم. سالم وقف وبس ايدها: تسلم ايدك يا حبيبتي. مها ابتسمت بخجل: بالهنا والشفا يا حبيبي. سالم ابتسم لها بحب ومشي. سيف نزل عينيه في الارض وهو مش متقبل العلاقه دي لحد دلوقتي، وقام وقف: الحمد لله، بعد اذنكم. مها وقفت: على فين يا سيف؟ انت ما قلتش حاجه. سيف بهدوء: الحمد لله يا امي، يلا انا اروح ازور يوسف، بقالي يومين ما روحتش، وانا وعده كل يوم هزوره، عن اذنكم. فارس وقف بعد ما مسح بالمنديل: استنى انا جاي معاك. سيف وافق وبص لمها: معلش هتعبك، خلي الخدم يجهزوا شنطي وانا راجع اخدهم.
مها بخوف. ليه يا سيف؟ انت مش قلت مش هتسافر تاني؟ مش مسافر، بس حابب اقعد مع نفسي كام يوم، عايز افصل عن الدنيا باللي فيها. ما تقلقيش مش هبعد، هتلاقيني في شقة ابويا الله يرحمه. سلام. وخرج من غير ما يستنى ردها. فارس بس دماغها وهو بيواسيها بعينيه وجري ورا سيف. مها قعدت بحزن ووقفت ياسمين حضنتها. معلش ما تزعليش يا ماما، هو كام يوم وهيرجع زي الاول واحسن. مها بلعت وسطتها وابتسمت لها من غير ما ترد. سيف طلع وراح المدافن وقرا الفاتحة ليوسف وقعد يكلمه وكأنه قدامه، ودي حاجة قلقت فارس على أخوه، بس سابه على راحته وراح وقف قدام العربية وهو بيدخل من الفيب بتاعه. وبعد ساعة خرج سيف وفارس اتعدل. هي يا برو لسه بدري، دقيقتين كمان وكنا هنتلبس. سيف ابتسم وهو بينكش شعره الكيرلي. فارس بعد ايده بنرفزة. بص يا سيف، عشان نبقى اخوات وحبايب اتنين مالكش دعوة بيهم، شعري والغالية. سيف بسخرية. هو مين الغالية دي بقى يا ابو شخة؟ فارس بضحكة. المكنة الريس بتاعتي يا اسطى. وغمز. سيف ضحك. مش مطمن لك، حاسس ان كلامك مش بريء خالص بضحكتك الصفرة دي ياض. فارس سحب نفس من الفيب. لا ما تقلقش، نضيف يا باشا. بالفيب بتاع العيال النايتي ده انا اطمنت خلاص. فارس فتح باب العربية. طب يلا بقى يا رايق، هوديك كافيه حلو نشرب فنجانين قهوة. سيف هز راسه من غير نفس، بس هيروح معاه علشان ما يزعلش. اعرف مثل بيقول اللي يمشي ورا العيال ما يسلمش من انت فاهم طبعا. بس خليني وراك بشعرك ده اما اشوف اخرتها ايه. فارس ضحك. اخرتها مليطه، سلم لي نفسك انت بس وملكش دعوه. سيف رفع ايده. لا ابعد عني دلوقتي حد الله، انا ما عنديش نفس خالص دلوقتي، خلينا خفيف خفيف. خلاص يا صاحبي، خفيف خفيف. وطلع بسيف اعلى مكان في الدور العاشر بيطل على النيل، كافيه بالنهار وبار بالليل ومكان حفلات. فارس حط رجل على رجل وشاور للجرسون بصوابعه. اتفضل يا فندم، تطلب ايه؟ سيف ببرود. اسبريسو دبل شوت. ودبل كمان؟ ده انت مدمن بقى. سيف ابتسم بسخرية ومردش. هات سموزي بلو بيري يا اسطى. سيف ضحك. بلو بيري ويا اسطى؟ ده بقى بالظبط الفلاح لما يتمدن. فارس ضحك على ضحكة اخوه الحلوة. ايوه كده يا اسطى، يضحك بقى وفك شوية، ضحكتك جامدة يا برو. وغمز له. سيف كتم ضحكته. ولا اظبط احسن لك، وبعدين بقول لك ايه، اثبت على شخصية وما تحاولش تبقى ابن حواري وسرسجي، باين عليك انك ابن ناس وفرفور بشعرك ده. فارس وهو بيرجع لورا وحط رجل على رجل. لا 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 لا، ده انت قريتني غلط خالص يا برو. فرفور ايه وابن ناس ايه؟ ما يغركش شعري والسلسله اللي لابسها والخواتم اللي في ايدي دي، ده انا لابسهم اصلا لوقت اللزوم. حتى بص. خلص كلامه وراح دايس على سن صغير في جانب كل خاتم، طلع من كل واحد سن صغير حد جدا شبه الخنجر. سيف ابتسم باستغراب وفارس شاف نفسه وكمل. ما يغركش، ده انا لما بقلب ببقى عرباجي. سيف ضحك وضربه في كتفه بهزار. لا جدع ياض. امال انت فاكر ايه؟ لو وقعت في اي عوق كلمني بس واخوك سداد. سيف ضحك وفارس ضحك. وثواني بعدها ووصلت المشروبات وكل واحد شرب المشروب اللي طلبه، وفارس بيدخن من الفيب وولع سيجاره وقعدوا يتكلموا في مواضيع عامه. وسيف كان بيحاول يداري ضيقته علشان اخوه ما يزعلش. وبعد مرور ساعة سيف وقف ومسك التليفون والسجاير ولبس نضارته. يلا بقى. فارس وقف وغمز له. بقى يلا. مشي سيف مع فارس ورجعوا الفيلا. فارس حاول مع سيف انه ينزل معاه. سيف بضيق. معلش يا فارس، مرة تانية محتاجة ابقى لوحدي. فارس بمحاولة أخيرة يمكن ما هتقدر تأثر عليه. تمام، بس حتى تعالى خد حاجتك. سيف وهو بيدور على العربية. بعدين يا فارس، سلام. وطلع بالعربية وفضل يلف بيها في شوارع القاهرة وهو بيدخن ودموعه نازلة بحزن. وعند دموع حسين خرج من الحمام، شاف دموع نايمة ودموعها مغرقة وشها. هربت زي كل مرة؟ وهز دماغه وبصلها بعصبية ونزل على تحت وراح قعد على قهوة. دموع فضلت نايمة لحد ما صحيت على الساعة 10. فضلت نايمة 4 ساعات واتعدلت بتعب. بصت على جسمها اللي كله أزرق وأحمر ودموعها نزلت بصمت وقهر على حياتها الزوجية اللي كل مدى في الأسوأ. ووقفت بصعوبة وراحت واقعة في الأرض من الوجع اللي حسته في ظهرها، وفضلت تعيط بصوت عالي وعيطها زي صوت الأطفال.
سيف بعد ما لف لمدة 4 ساعات وبرضه مفيش حاجة قادرة تشغل تفكيره عن موت صاحبه، رجع على الحارة القديمة يمكن يشم ريحته فيها ويهدى قلبه. وقف بالعربية في جراج على أول المنطقة ودخل الحارة بسرحان، وهو بيتفرج على ناسها ودكاكينها والعيال اللي بتلعب بشغب وفي اللي بيلعبوا كورة. وافتكر لما كان بيلعب هو ويوسف وهما صغيرين وضحك بحزن لحد ما وصل العمارة القديمة وبص على بلكونتهم وابتسم وفي نفسه: آخ يا يوسف، كل حاجة هنا بتفكرني بيك يا صاحبي. وطلع عند الشقة وخرج المفتاح من الميدالية بتاعته واللي من ساعة ما سافر وهو مش بيفرقه. ودخل الشقة وخد نفس بس ما شمش غير ريحة التراب والهجر والزمن اللي فرق شمل عيلته الصغيرة. بلع غصته وفتح النور وشاف العفش زي ما هو بس متغطي بملايات قديمة. شد الملايات ورماها في الأرض ونفض ايده وقعد على كرسي الانتريه مكان ما أبوه كان بيقعد. ربنا يرحمك يا بابا، بجد موتك قسم ظهري. ويوسف كمل على اللي باقي فيه وغمض عينيه بقهر وسمع صوت عياط جاي من جوه. فتح عينيه بصدمة: لا اله الا الله، هي الشقة اتسكنت ولا ايه؟ اللهم سكنهم مساكنهم. والشهقات والعياط بصوت ناعم مش مبطل. وقف بالراحة وهو رايح في اتجاه الصوت وولع النور بس كان محروق. فتح الكشاف ودخل الأوضة لحد ما وصل ناحية شباك جاي من وراه صوت. فتحه واتصنم مكانه وهو شايف طفلة صغيرة بس مش طفلة قوي، في حدود 25 سنة كده، ماسكة فوطة لفها على جسمها وواقفة قدام الدولاب وكل شوية تمسح دموعها وتراجع شعرها الطويل لورا. سيف شافها وتاه في جمالها لدرجة انه وقف مذهول، حتى النفس نسي ياخده. ولما لفت شاف ملامحها الجريئة الطفولية وجسمها اللي مشوه بالأحمر والأزرق. وجت تمشي راحت مصوتة ومسكت ظهرها بوجع فاتزحلق البشكير شوية. وفي نفس اللحظة لف وهو بيشهق من الصدمة ومن جمال منظرها ومن جسمها المشوه وباين عليه أثر الضرب. دموع سمعت صوت الشقة فسحبت البشكير بخضة وبقت تتلفت يمين وشمال بس ما شافتش حد لأنها كانت واقفة في النور وسيف واقف في ضلمة. وما جاش في بالها أبدا تبص من الشباك المفتوح لأنها عارفة الشقة دي مهجورة من 20 سنة زي ما سمعت أول ما قعدت في البيت. هزت دماغها وهي بتنفخ ودخلت على الحمام تاخد شاور دافي يهدي وجع جسمها. سيف رجع الصالة وهو نفسه متوتر وتفكيره بعيد. طلعت من فين الجنية دي بمناخيرها الحمراء وخدودها وعينيها اللي بتلمع وشفتها المقلوبة زي الأطفال، وهي أبعد ما يكون عن الأطفال بجسمها المتفجر بالأنوثة. فرد جسمه على الكرسي وغمض عينيه جامد وهو عايز يخرج صورتها من باله. ده غلط يا سيف، حرم البيت، أنا غلطان إني فضلت متنح كده بس غصب عني، بس ده ما يصحش، يا ريتني ما رحت ناحية الصوت خالص. وقف وقام دخل الحمام وفتح المية، غسل وشه مرة واتنين وسمع صوت شهقتها اللي جاية من الحمام التاني، فهرب من الحمام كأنها جنية فعلا وهتسحره وتخليه يعمل حاجات بره حدود العقل. طلع من الحمام ودخل الأوضة، شال ملاية السرير ونفض السرير والعفش اللي في الأوضة حاجة كده على الماشي لحد ما يجيب حد ينظفها. وفتح الدولاب طلع ملاية وفرشها على السرير والمخدة وخلع التيشيرت وسند على ظهر السرير وولع سيجارة وهو بيحاول يشغل تفكيره عن صوت الحركة اللي في الأوضة التانية وهو مش قادر يخرج تفاصيلها من خياله. وفي باله: هي يا سيف اعتبر نفسك ما شفتش حاجة، واحدة زي اي واحدة شفتها او رسمتها، مش قصة يعني. مش قصة ايه بس، ده جسمها وشكلها لوحده قصة وحكاية وألف رواية ولا يقدروا يوصفوا جمالها وهي بتعيط، ما بالك ضحكتها وشقاوتها ودلعها، شكلها هيبقى ازاي؟ دي لو رسمتها في لوحة مش هتتقدر بتمن. فجمالها رباني بدون إضافات أو تغيير، جمالها تعب أعصابه. فتح عينيه بعصبية وقام وقف طلع البلكونة وشافها تاني واقفة وفي ايدها فنجان بتشرب منه والايد التانية فيها التليفون بتقلب فيه. دخل من جوه ورا الباب علشان ما تلمحوش وتدخل وبقى واقف يتفرج عليها وكأنه بيتأمل أجمل لوحات العالم. دموع طلعت من الحمام، لابسة بيجامة خفيفة
بكم وبنطلون واسع. عملت نسكافيه وخدت التليفون واللابتوب بتاعها علشان وراها شغل عايزة تخلصه. رنت على ندى وما ردتش وكانت محتاجة حد تفضفض معاه. جت تقفل شافت صورتها مع حسين وهما قاعدين في مدينة الألعاب وفي ايدها غزل بنات وعينيها دمعت على أيامها الحلوة اللي ضاعت. خلصت كوباية النسكافيه وركنتها على الترابيزة وقعدت على كرسي وفتحت اللابتوب ولبست نظارة طبية بإطار أسود زادتها فتنة وقعدت تشتغل بتركيز لمدة ساعتين تقريبا. وكل ده وسيف متابعة بسرحان بدون ملل وهي بتتاوب وهي بتعدل شعرها ومرة تعض على شفايفها ومرة تنفخ على قصتها وتتمطع وترفع ايدها لفوق. فضلت تشتغل على اللاب لحد ما سمعت صوت الباب بيتفتح. لمت حاجتها وقفلت البلكونة ودخلت. سيف خلص السيجارة اللي في ايده ورماها في الشارع ودخل نام على السرير وغمض عينيه وراح في النوم وصورتها قدامه مش مفارقة خياله. دموع دخلت وبصت لحسين بحزن ودخلت الفنجان في المطبخ ودخلت الأوضة التانية. حسين شافها ما جريتش عليه زي كل مرة واتضايق. كان متعود يزعلها وتجري عليه وتبرر له موقفها وتتأسف له، بس النهاردة شاف عينيها مكسورة لأول مرة. دخل الأوضة التانية لقاها نايمة في وضع الجنين وحط ايديها على وشها وبتعيط في صمت. وفي اللحظة دي صعبت عليه وقرب منها وقعد جنبها على السرير وحط ايده على رجليها بالراحة. دموع ما ردتش عليه. دموع ردي عليا، حقك عليا ما تزعليش، كنت متضايق شوية. دموع بقهر، وانت علشان متضايق تيجي تضربني بالشكل البشع ده وبالطريقة الهمجية دي وانا معرفش امك قالت لك ايه وانت صدقتها؟ حسين ببرود امي ملهاش دعوة. دموع هزت دماغها. تمام، يبقى انا اللي ليا دعوة، ابعد بقى عني وسيبني في حالي الله يخليك. ورجعت نامت تاني. حسين قام ورزع الباب وراه ودخل نام في اوضة النوم. تاني يوم الصبح دموع صحيت الظهر لان الجمعة اجازة وبتحب تصحى متأخر. دخلت الحمام عملت روتينها الصباحي واتوضت وطلعت لفة الفوطة على شعرها وصلت الظهر ودخلت المطبخ حضرت فطار وراحت تصحي حسين علشان يفطر. لقيته مش موجود. لمت الفطار بحزن بعد ما نفسها اتسدت وقعدت تروق في الشقة وتنفض وتمسح. خلصت بعد ساعة ووقفت تعمل كيكة بالشوكولاتة زي ما بتحب ودخلتها الفرن وعملت نسكافيه ودخلت خدت شاور سريع وطلعت لابسه هدومها قميص بيتي طويل اسود بنص كم وافتكرت الورد بتاعها في البلكونه. خدت ازازه ميه ودخلت تسقيه. دموع على بلكونتها ستاره محدش يشوفها غير البلكونه اللي جنبها لازقه ببلكونتها بينهم مسافه بسيطه حوالي متر وهي عارفه انها مهجوره فواخده راحتها. وحسين ركب لها الستاره دي لما شافها بتقعد فيها كتير. ابتسمت بحب وهي بتسقي الورد بتاعها واتلفتت على صوت يا لهوي على الجمال، ورد بيسقي ورد. ياسمين ضربت فارس على كتفه بعد ما كان ظهرها لدموع ولفت علشان تعتذر. ياسمين بصدمة. دموع شهقت. أستاذة ياسمين مش معقول، وبصت يمين وشمال. انتي بتعملي ايه هنا؟ ياسمين ضحكت على شكلها. مالك يا بنتي، هو انا عايشه فوق الكوكب ولا ايه؟ وبعدين هنا بعمل ايه؟ دي شقه اخويا تقريبا، تقدري تقولي كده. جيت انا وماما والخدم ننضفها وماشيين تاني. دموع ضحكت. اخوكي تقريبا جت ازاي دي؟ المهم نورتي والله. ما تيجي تتغدوا معايا، ايه رايك؟ ولا اقولك انا هاجي اساعدكم؟ فارس ابتسم بحماس. تعالي ساعديهم والنبي احسن متبهدلين يا حرام. ياسمين ضحكت. بس يا حيوان، فارس اخويا. دموع مديرة الدعاية والاعلان في شركتنا يا فارس، ما تاخديش عليه، هو بيحب يهزر. فارس بسهتان. اسمك جامد، تشرفنا يا دموعي. ما لازم تبقى مديرة والله، ما ينفعش تبقى غير كده. دموع ضحكت على طريقة كلامه. تشرفنا يا أستاذ فارس، بس بلاش تاخد على البنات هنا بسرعة أحسن تتفهم غلط ويقولوا بيعاكس لا سمح الله وتبقى قصة. فارس بضحكة. كروان بيضحك وبعدين غلط ايه؟ انا بعكس اصلا. ياسمين نكشت شعره وهو ظبط شعره وفضلوا يهزروا مع بعض. دموع دخلت وخدت الكيكة على طبق حلويات بالغطا بتاعه ولبست روب مفتوح وطلعت خبطت على الشقة اللي قصادها. مها صحيت خدت 4 من الخدم وكل اللي سيف ممكن يحتاجه في الشقة وراحت علشان تنضفها ليه. وياسمين وفارس شبطوا فيها زي الأطفال. راحت خبطت على الباب ودموعها اتجمعت في عينيها أول ما افتكرت ذكرياتها في المكان. فضلت تخبط مرة واتنين لحد ما سيف صحي وقام يفتح الباب باستغراب.
وشاف أمه اللي حضنته على طول ومسحت دموعها في صدره، وهو بلع غصته لما فهمها وباس دماغها وسلم على ياسمين وفارس ودخل الحمام. والخدم انتشروا في الشقة. طلع من الحمام لابس طقم امبارح لحد ما الخدم تفضي الهدوم، وباب الشقة خبط. راح وهو بينشف شعره فتح الباب، وأول ما بص شاف دموع قدامه تنح، ودموع شهقت بصدمة. سيلفر. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. حبايب قلبي اكتبولي بقى توقعاتكم للحلقة الجاية، ولو حلقة النهاردة عجبتكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة، ووصلوا الفيديو ده 10,000 لايك، وما تنسوش الشير مع كل اصحابكم، واستنوا الحلقة الجاية جميلة وقوية جدا جدا. يلا مع السلامة من قناة حكايات أم جنى وزينة، بحبكم قوي، سلام.